السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم قضية جديدة برعاية قصص الجرائم الحقيقية والواقعية. مرحبا بكم في هذا الفيديو. قصتنا اليوم كتعلق بشاب مغربي الاسم ديالو أشرف التيمومي اللي تعرض لجريمة قتل وهو في بلاد الغربة، كما كنقولوا لا حنين لا رحيم. القتل العمد هو أكثر الجرائم انتقامية على الإطلاق التي يمكن أن يرتكبها المجتمع. غالبا ما كيتساءل المجتمع على شنو كيخلي الانسان يبغي يرتكب جريمه. الاعتقاد بالولاده القاتله خطا، لحقاش حتى واحد ما كيتزاد قتال، ولكن المجتمع اللي كيولدوا لينا. كاين بزاف قصص الجرائم الواقعيه اللي كتوضح شنو كيعيش العالم من جرائم. القصه ديالنا اليوم وحده من هاد الجرائم. نبداو القصه ديالنا على بركه الله. أشرف التيمومي الله يرحمه هاجر لكندا سنه 2019 باش يكمل الدراسه ديالو في معهد تيكار ديال التكنولوجيا، تخصص مجال لحام المعادن، ومن بعد تسجل في معهد افيرون التقني ميكانيكا السيارات في مونريال. في نهار 8 اوت 2022 مع 2 ديال العشيه، واحد الدري كان غادي بالبيكالا ديالو في مدينه ستونهام بكندا، بالضبط في الشومان ديال فامي، حتى غادي تبان ليه واحد السياره من النوع ديال سان هيلين اس دي بيير واقفه شويه بعيده على انظار المره مخبيه. الدري انتابو الفضول وقرب للسياره، وهنا غادي يكتشف فيها جثه الدري ما كيتحركش، وعرف بلي غادي يكون ميت. عيط البوليس اللي حضروا طوقوا المكان، وعاده هاد المنطقه كتكون سلميه من قبل الاجهزه الامنيه والشرطه العلميه والمحققين. البوليس خداو اي حاجه من مكان مسرح الجريمه وحتى من صناديق القمامه، حيت اي تفصيل صغير يقدر يحل لغز الجريمه. أكدوا مباشرة أنهم أمام جريمة قتل، مستبعدين تماما حالة الانتحار. من بين الناس اللي تم الاستجواب ديالهم من طرف البوليس واللي كانوا ساكنين قريب للمنطقة اللي كانت فيها مسرح الجريمة، أكدوا أنهم سمعوا الصوت ديال طلقات نارية متتالية في الليلة اللي قبل. قالت الشرطة بأن الجريمة مرتبطة بعالم المخدرات، ولكن ما عطاتش نهائيا تفاصيل عن الموضوع. للعلم أن السجل العادلي ديال أشرف التيمومي الله يرحمه نقي وما عندوش سوابق نهائيا. نقل الجثمان ديال أشرف التيمومي المشرحة، ومن بعد لوطوبسي التشريح الطبي تبين بلا مضروب ما بين 4 حتى 5 ديال القرطاسات. من بعد 3 ديال الشهور من القتل الغامض ديال المغربي أشرف التيمومي الله يرحمه، توجه لرجلين تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى. واحد من هاد الرجال سميتو كيفن بريفوس بوشارة في العمر ديالو 35 عام، كان مشدود فعلا لحقاش ارتكب جريمة بواسطة سلاح ناري فاش توجهت ليه التهمة ديال القتل العمد ديال قضية أشرف. أما الرجل الثاني اسم ديالو إيريك جينيتي في العمر ديالو 34 عام من نورماندين، تعتقل وكيواجه نفس التهمة اللي كتعتبر من أخطر العقوبات في قانون الجنايات. من بعد الجثمان ديال أشرف التيمومي الله يرحمه تصيفط المغرب في 16 أوت 2022 من بعد واحد الحملة ديال جمع التبرعات بواسطة منصة GoFundMe اللي وصلت القيمة ديالها ل$7000. صرحات الأخت ديالو بلي هما مرتاحين من اللي عرفوا المسؤول على القتل ديال خوها، وبلا هذه خطوة مهمة للحداد. ولكن مع ذلك الأقرباء ديال أشرف كيواجهوا للأسف بزاف ديال الأسئلة بدون إجابة، لأنه بالنسبة ليهم أشرف ما كانش عنده حتى شي علاقة مع العالم ديال المخدرات. ولكن واخا هكاك هما باقيين ثقين في كيبيك أو في العدالة الكندية. هذا هو الكلام اللي قالت الأخت ديالو. الجريمة كانت صدمة للعائلة والأهل والجالية المغربية في مونريال. إلا جينا نشوفوا القضية ونفهموها غادي نتألموا بزاف، وموضوع بصح صعيب على العائلة ديالو أنهم يتقبلوه. الله يحسن عوانهم. أشرف الله يرحمه خرج من المغرب وهو على قيد الحياة ومشى لكندا لأسباب دراسية باش يكمل قرايته. دري في العمر ديال 20 عام بقى الحياة قدامه، والأهداف والطموحات ديالو يالله كيرسم فيهم، لكن للأسف لقى الحتف ديالو من طرف رجلين اللي منغمسين في عالم الجريمة لأكثر من سنين. أشرف عاد العائلة ديالو هو في نعش من بعد ما مشى على رجليه. هادشي كيألم بزاف، ولكن كما قالوا العائلة ديالو على الأقل عرفوا القاتل وأن الجثمان ديال ولدهم وصل ليهم، هيقدروا يدفنوه في مقبرة اللي حداهم ويبقاو يمشوا يزوروه. حسب المعارف والأصدقاء
ديال أشرف كيأكدوا أنه كان دري خجول هادئ ودايما مبتسم ما كيسببش نهائيا في المشاكل، إلا أن واحد الصديق ديالو قال بلا قبل من الموت ديالو يعني بالفترة الأخيرة كان مختفي نوعا ما في السوشيال ميديا الانترنت، خصوصا وأنه وحدة في المنشورات ديالو على تطبيق ديال الانستغرام. هذا أمر باستكمال احتجاز ديال الرجلين بالنظر إلى التهم الموجهة لهم. وقال ممثل مديرية النيابة العامة الجنائية بلا رجلين متهمين بأخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي واللي هي القتل العمد. محاكمة باقي ما كملاتش وغادي تكون جلسة أخرى يوم 5 ديسمبر في 2022 باش يكشفوا على أدلة أخرى. أعزائي المستمعين، قضية ديال أشرف التيمومي كما سمعتوا كتألم بزاف، خصوصا وأن دري ما عنده حتى شي ذنب مشى لبلاد اخرى باش يكمل الدراسة ديالو حتى غادي يلقى الحتف ديالو من طرف مجرمين. القتل ديالو نوعا ما باقي غامض حيت قالت الشرطة بلا ان القضية متعلقة بعالم المخدرات، لكن العائلة والاصدقاء وكل شي كيقول بان اشرف الله يرحمه كان بعيد تماما على هاد المواضيع، يعني صعيب نتيقوها ونعتبروها واش كذبة فعلا او حقيقة. كما قلت لكم الجلسة باقي غتكون نهار 5 ديسمبر في 2022 وغادي نكتشفوا مع بعض دلائل أخرى. أعزائي المستمعين، ما تنساوش تدعيو مع عائلة أشرف التيمومي الله يرحمه، ندعيو معهم الله يصبرهم على فراق الولد ديالهم حيت ماشي سهلة. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب الى عجبكم الفيديو، ونتلاقاو في قضية أخرى مع قناة باشا ستوريز. حتى لهنا كنقول لكم بسلام عليكم.